بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة الكشك. هنعمله بطريقة سهلة خالص. هنقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا معلقتين أكل دقيق، عليهم كوبايتين زبادي. لكل كوباية زبادي معلقة دقيق كبيرة. طبعا الكمية حسب الرغبة. هقلب كل المكونات مع بعض، مش عايزة يبقى فيها أي تكتلات. انا هغطيه واسيبه يخمر من 3-4 ساعات لو انتي مستعجله عليه، او من بالليل للصبح، وبعد كده هقول لكم نكمل بقيه الخطوات ازاي. مرور الوقت لما الزبادي والدقيق اتخمروا، عندي هنا شوربه. يفضل يعني تكون شوربه دسمه شويه، بتاعه بط او فراخ او لحمه. هحط كده بتاع كبشتين وادوبهم كويس عشان ميبقاش فيها اي تكتلات. دي خطوه اساسيه. بعد كده نروح للخطوه اللي بعدها. مكعب زبدة على زيت، وفيه فصين الشطة بشرة بصلاية كبيرة كده، حط عليها رشة فلفل اسود، وكمان رشة نشا او دقيق، عشان انا عايزة احمرها زي التحميرة بتاعة الكشري بالظبط. البصلة عندي اتحمرت، هشيل تقريبا نصها او 3/4، وابتدي افضي الخليط عليه كده بسم الله. هظبط الملح بتاعي واحط رشه جوز الطيب ورشه كزبره ناشفه ورشه فلفل اسود. انا هوريكم السمك بتاعه، لو انتوا عايزينه خفيف شويه ممكن تخففوه بشويه شوربه. هو عامه السمك بتاعه بيبقى بين البنين، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. هو كده غلي معايا، وانا سمكه بالنسبه لي كده تمام، لان لما هيتغرف في الطبق هيجمد وهينشف. انا هبتدي بقى احطه في اطباق التقديم، واحط على وشه البصل اللي احنا شلناه من التحميره بتاعته، ويبقى كده جاهز على الاكل. غرفنا الكشك وحطينا فوقيه البصل اللي احنا حمرناه في الاول. عايزه اقول لكم ريحته قلب المكان، وطعمه اكيد تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيه ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.